السلام عليكم ورحمة الله. من مدينة الدانا في إدلب. اليوم نحن مساء الثلاثاء 7/2. راح أوجه رسالة للدول، للمنظمات اللي تعهدت بدعم المنكوبين المتضررين من الشعب السوري في هذا الزلزال. راح نقول لهم الكارثة مركزها، حجم ضحاياها هنا في الشمال السوري، في إدلب وأريافها وحلب وأريافها، وليس في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص والشام ودرعا والسويدة ودير الزور اللي عند النظام المجرم. نعم هناك المدنيين أهلنا، ولو الكارثة عندهم كنا قلنا لكم ساعدوهم، لكن الكارثة في مناطقنا. شو المبرر للدول اللي عم بتروح بتعزي النظام المجرم اللي هو من 12 سنة عم يحط الشعب السوري تحت هاي الأنقاض؟ شو المبرر انه عم يقدموا له المساعدات؟ له جسر جوي من المساعدات لوين؟ الفرق اللي اجت لتساعد وتصورت بمطار دمشق لوين توجهتوا؟ على اللاذقية؟ هناك الزلزال؟ توجهتوا على حمص؟ على حماة؟ وين توجهتوا؟ الكارثة هون في ترمانين، في الدانا، في سلقين، في حارم، في جنديرس، في الأتارب. هون الناس اللي تحت الأنقاض. عم يشتغل الدفاع المدني من بداية الكارثة للآن، والناس للآن تحت الأنقاض. هون في عنا ناس لساهم أحياء تحت الأنقاض. وين المؤازرات والدعم اللي تعهدتوا فيه؟ بدكم تدعموا النظام؟ قولوا رايحين ندعم النظام، لا تقولوا ندعم الشعب السوري ولا تقولوا الكارثة. فهموا الكلام لشعوبكم. الشعوب فيها خير والشعوب متضامنة، لكن انتم عم تكذبوا. الأمم المتحدة هلا تصريح من إدارة الدفاع المدني، هلا تصريح للآن ما تواصلوا مع الدفاع المدني اللي هو شايل العبء الأكبر من الكارثة هنا في الشمال. ما في تواصل معه.